الخصوصية حق لكل إنسان، بس بلبنان كتير مرات بتكون مكشوفة بلا أي حماية. بكبسة زر صورة بتنتشر، تسجيل بيصير فايرل، وكرامة شخص تنضرب. والقصة ما بتوقف هون، لأن ببلد حساس مثل لبنان ممكن كلمة صغيرة تودينا على فتنة طائفية. من هالمنطلق إجا مشروع قانون حماية الخصوصية المقدم من النايب نعمة فريم ليحط حد لهالتعديات، ويذكر إنه الإنسان له حق ما يدفع ثمن فضول ونوايا غيره. يمكن نحن نتعرض بحياتنا الخاصة لكتير اعتداءات وبصعوبة حتى نلحقها، سواء عبر تسجيل مكالماتنا حديثنا. بحال أضر فينا القانون بيسمح لنا أنه نلاحق الشخص يلي استعملهم للإضرار فينا أمام المحاكم المدنية. أما في حال استعملهم بطريقة جرم جزائي إلى الحق أني لاحقوا أمام القضاء الجزائي، ولكن بالحالتين الملاحقة بتاخد وقت ومكلفة. كرمال هيك اليوم في عنا اقتراح مقدم من الأستاذ نعمة فريم بيساعدنا حتى نعزز حقنا باحترام حياتنا الخاصة، وعاقب مباشرة أي شخص بيسجلنا مكالمتنا بدون ما ياخد إذننا وبيستعملها بأي طريقة كان. فمجرد الفعل في حال أقر هيدا القانون هو معاقب عليه ويجوز ملحقته أمام القضاء الجزائي بطريقة سهلة. لو هيدا القانون كان موجود سابقا لكان وضع حد لكتير تجاوزات تمت بالسابق. وإذا منرجع سنين لورا منتذكر بعض التسريبات لسياسيين كانت رجعت البلد على أيام ما حدا بده يرجع لها، وفرضت اعتذارات بالجملة. بس الاعتذار مش دايما كافي، القانون هو الضمانة الوحيدة.